السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غندويو على هذا الفيتامين اكسترافيت ميلتي بيكوشي. نهضروا على هذيك ميلتي بيكوشي. اشنو كتعني ميلتي بيكوشي؟ بحال كنا واحد الكيكه اللي فيها 3 ديال الطبقات ولا 4 ديال الطبقات. بحال هذا الفيتامين هذا اكسترافيت حتى هو كيحتوي على 3 ديال الطبقات. كل طبقه كتحتوي على كما كنقولوا بحال مثلا واحد الكيكه فيها طبقه ديال طبقه بلا كريم، طبقه ديال الشوكولا وطبقه فريز. كما هكا هاد الفيتامين فيه 3 ديال الطبقات، كل طبقه ولا غوم ولا لاغوت اللي دايرين فيها ولا الفيتامين اللي مركز في هذيك الطبقه. هاد الاكسترافيت كما كتشوفوا فهو اما كناخذوه اسوسي ولا كناخذوه يا اما كنمضغوه ولا كنبقاو نصو بحال شي توفيته. هاد الاكسترا فيتامين هذا كيحتوي على مادة الاسيغولا الغنية عن التعريف. مادة الاسيغولا اللي ما كيعرفش الفوائد ديالها يدخل يقرا عليها شي شوية. مادة الاسيغولا اللي ماشي ما نقولش لكم كتحارب الشيخوخة، ولكن كتأخر ظهور ديال علامات السن، تقدم علامات السن في الوجه بالنسبة للنساء وحتى بالنسبة للرجال. كذلك كيحتوي على فيتامين سي وفيتامين دي و16 ديال معادن طبيعية، بالإضافة إلى فيتامين بي 1 بي 2 بي 3 بي 5 بي 6 بي 8. هذا الفيتامين هذا بالنسبة للناس اللي كتحس بالعيا العياء، الناس اللي خدامة، الناس اللي في الدار، العيالات اللي كيشقاو في الدار بزاف، ولا الناس اللي خدامين على برا كيضلوا واقفين المهم كيبغيو واحد الانرجي اللي مضاعفه، ياخذوا هذا الاكسترا فيتامين. هذا الفيتامين هذا عندنا فيه جوج ديال لي فورم، كاين الصغير اللي فيه 15 حبه وفيه هذا الكبير اللي فيه 30 كومبريمي. كما قلت لكم تقدروا تاخذوه هكا تمضغوها ولا تقدروا تحطوها في فمكم هكا كوم دي بونبون تقدروا تاسوسيه. كما كتبقاو تمسوها بحال شي توفيته ولا شي فانيده هكا تبقاو تاخذوها في فمكم. هذا من جهه. الطريقه ديال الاستعمال حنا هضرنا عليها. بالنسبه لشكون الناس اللي غيستعملوه، يقدروا يستعملوه الناس من 18 سنه، من 12 سنه الفوق يقدروا يستعملوه، ماشي مشكل. غير هو المراه اللي كترضع ولا المراه اللي حامله ما تقدرش تاخذه الا باستشاره طبيه، ما تقدريش تاخذيه من ديت راسك. هذا من جهه. كيحتوي كذلك هاد اكسترافيت على فيتامين دي 3. والحاجه الزوينه في هذا الفيتامين انه سون سكر سون غلوتين. يقدروا يستعملوه الناس اللي ديابيتيك، ويقدروا ياخذوا حتى الناس الحساسيه الجلوتين اللي عندهم حساسيه الجلوتين وبغاو شي فيتامين هكا اللي كيعاونهم في النهار، فكنصحهم ياخذوا هاد الاكسترافيت. فهو زوين بزاف، كيعطي واحد الانرجي النهار كامل. ما عندوش مشكل تاخذه قبل ولا من بعد الماكله. المهم انك تقدر تاخذ فيه حبه حتى 2 حبات في النهار. ما كيشكل حتى شي ضرر على الصحه ديال الواحد. كيعاون الناس ديابيتيك بزاف، حيت فيه فيتامين دي اللي كيحتاجوا ليه الناس ديال السكري. فيه كيحتوي على المغنيسيوم، واخا تاخدوه هكا بالعشيه ولا باش يقرب الليل فهو كيرخيكم، كتحسوا بالاسترخاء. كنا كنعرفوا الفوائد ديال المغنيسيوم انهم كيعطيونا كيحسوك بالراحه وبالهدوء وكيرخيونا الاعصاب باش نقدروا نعسوا هكا. اللي كيكون عنده طروبل سومي بالليل ولا ما كيجيش النعاس ولا فيه الارق، فهاد الفيتامين زعما زوين. نقدروا نقول عليه ارخص مكمل غذائي بواحد الفعاليه اقوى وارخص مكمل غذائي، وهذا اكسترافيت. هادو هما المعلومات اللي بغيت نوصل لكم على هاد اكسترا فيتامين. نخليكم فيديو لاحق ان شاء الله.